احنا هلا ببارك سامي عم نشوف شو الفعالية اللي هن عاملينها، لسه ما حدا فتح بس رح ننطرهم ونشوف. وهي كانت الساعة 4 العصر بتبلش الفعاليات بالخمسة 5:30، فقلنا بنستغل الوضع قبل الزحمة. رحلة على الصين بمهرجان القوميات ببارك سامي. على دبي ب3 ثواني. تجربة مميزة وحلوة، بنصحكم تعيشوها. لحقوا قبل ما تخلص الفعاليات، ما بعرف ايمت مستمرة، اللي بيعرف يكتب لنا بالتعليقات ورح نكمل باقي المشوار. كل المحلات لسه ما كانت جاهزة، ما عدا بن الحموي كان مزبط أموره. هاللحظة رجعتني للمدينة الرياضية، يوم تطلع شاشات المي فجأة وبنبلش ركض. من الأماكن اللي ضروري تزوروها بأربيل بارك سامي. أكبر حديقة بأربيل، إلها 8 أبواب متوزعة داير مدورة، في كتير نشاطات حلوة تعملوها، وحتى في فعاليات كل فترة وفترة. البحيرات ببارك سامي من أجمل المساحات الطبيعية، هون فيها نشاطات كتير حلوة، فيها تكون عائلية، فيها تكون خطرة شوي بس كمان عائلية. أول نشاط هذا البطاط على الشخص 2000 دينار، وفي هنيك القارب السريع كمان على الشخص 2000 دينار، رح نصور هلا أقرب. فيكم تستأجروا بسكليتات أو سيارة جولف. أجار البسكليتات ما بعرف، يلي بيعرف يخبرني. أجار السيارة بالنص ساعة 10,000 دينار. مو بس شكل القارب على شكل بطة، كمان هون في هذا البيت شايفينه بالزاوية في بطات بيكونوا عم يسبحوا معكم ضمن البحيرة نفسها. في غيارة هون كتير حلو، فيكم تستأجروا هدول البطات مثل البيدلو لما كنا ناخدهم بسوريا. هدول أجارهم 2000 دينار على الشخص، ما بعرف المدة، يمكن ما بعرف على الضبط، بس 2000 دينار تقريبا 17,000 سوري، يعني تقريبا $1.50 أو أقل بشوي. كتير حلوة الأجواء، عن جد كتير حلوة. القارب السريع بلف لفة كتير سريعة، داير مدورة لفة وحدة على الشخص 2000 دينار، نفس سعر البطاط، يعني 2000 دينار حوالي 17,000 سوري. حرفيا هون بتتركوا همومكم برا الحديقة وبتدخلوا على الطبيعة والعصافير والفي والهواء الحلو وكل الخضار يلي حواليكم، رح ينسيكم هموم الدنيا. في كافيهات وقهاوي وقعدات وأكشاك منتشرين ضمن الحديقة، بتلاقوا فيهم كل شي، بس بكل الحديقة ما في غير مكان واحد بيقدم أراجيل اللي هو هذا المكان. ما تسألوني كيف وصلت له، ما كتير بعرف. بس ما تقولولي أغاني سيران. وهاد كان أحلى شارع مريت فيه من ناحية الحركة والزحمة، وفعليا بتحسوا حالكم برا كل المحيط. أحلى أجواء. كمان بهيك منتزه ضروري يكون في ألعاب أطفال بجو كتير آمن وطريقة كتير حلوة موزعين فيها، ومثل ما شايفين داير مدورة مقاعد وكراسي وألعاب الأطفال بالنص، وجنبها في حدائق مثل كل المنطقة. صار شو؟ كنا جبنا دولنا.
جهتين بدي اجرب نافع. يلا كنافة عبيله وديله للغالي. كنافة كنافة بقلاوة علاوة. سمعت علاوة غني له. يلا كنافة كنافة للغالي وديله. كنافة بقلاوة علاوة وديله للغالي. كنافة. احلى شيء شفته اليوم بالفعاليه هي بن الحموي قهوه من ريحه الوطن. خلونا نجربها هون. والله شكر زدنا والله بين شكر خوش بدنا الحمويه اكسترا. تسترات احلى شيء انه هون بضل في تسترات بس كثير زحمه. خلونا نبعد عنهم. بدنا الحمويه اكسترا هيك. طيب الخبز الكردي هو اطيب انواع الخبز اللي انا جربتها باربيل. هلا هون قاعدين عم يعملوه. خلونا نتفرج سوا. هاي السرايك. نحن طالعين وكل العالم عم تدخل. هلأ بلشت الزحمة. كانت الساعة حوالي 5:30. قسم كوريا أكيد لازم يكون في سوشي. الأسعار الوحدة ب1000 دينار الحبة يعني. هاي ايش الوحده هاي؟ وهذا القسم التركي بأشهر أكلتين تركيا. شو بدنا نجيب نحن؟ وهذا من أجمل الأقسام يلي شفتها. لكم كل هالفن بس بالخيول. كتير حبيت. القسم الكردي لسه كان عم يتجهز فما عرفت شو كانوا عم بيبيعوا. رحنا قبل ما نعرف. اللي بيعرف يخبرني بالتعليقات. وهيك بتعرفوا ليش تصورنا بكير. كان كتير زحمة ما قدرنا تطلع صورة أحسن من هيك. وهيك كان منظر العالم نحن وطالعين. كل هدول السن بلشين. طبعا الأجواء دائما حلوة ببارك سامي. دائما زحمة بس بوجود هي الفعالية شجع الناس أكثر تجي من هذا الباب جهة باب العدالة. كان ضروري صور لكم هالشغلات حتى لو ما باكل منها لانه كلها سكر. عباره عن بونبون بينعمل يدويا قدامكم. وهدول التسالي والنقرشات. طبعا هي التسالي منتشره كثير بالحديقه وكثير بيحبوا السمان. وهيك خلص نهارنا. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالمشوار. اربيل المساء عالم تاني.